ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هقول لكم على ابلكيشن قوي جدا عليه كل ادوات الذكاء الاصطناعي، من اول تصميم صور لحد تصميم فيديوهات وتطبيقات، وكل ده بطريقه سهله وبسيطه. متنساش بقى والله كل اشتراك في القناه. يلا بينا نبدا. اول حاجه هو الابلكيشن ده اسمه جينيس بارك. الابلكيشن ده بيديك في الاول 100 كريدت تقدر تستخدمهم في اي حاجه من على الابلكيشن، سواء ايمج جنريشن، تصميم صور، تصميم فيديوهات، صناعه الابلكيشن. تمام، بس بعدين بيطلب منك دفع يعني. فحاول تستغل انت ال 100 كريدت دي، وال 100 كريدت دي بتتجدد كل فتره. يعني انت مثلا استخدمت 100 كريدت النهارده، هي بتتجدد بكره تاخد 100 كريدت تاني، بعده تاخد 100 كريدت تاني. كل يوم يعني تستخدم 100 كريدت وتديك 100 كريدت تاني. فحاول تستغلهم صح، ويلا بينا نبدأ الشرح. اول حاجة هندخل على ابلكيشن جينيس بارك. اول ما تدخل هيفتح معاك بالشكل ده. تمام، هتدوس على all agent. انت عليه كل حاجة. من اول انت ممكن تصمم custom agent لو انت عايز انت تصمم في فكرة في بالك يعني الشكل الذكاء الصناعي، تقدر انت تخش وتصممه انت بنفسك. يا اما لو دوست custom agent دي برضو agent تقدر تشوفهم وتقدر تبدأ تستخدمهم من هنا، وهكذا باقي الناس تقدر تستخدم الايجنت بتاعك. تمام، اهو في ناس عامله ايجنت ومسمياه وكده، وانت لو عايز تدوس كرييت نيو من هنا وتبدا تنشئ الايجنت اللي انت عايزه، اللي هو الذكاء الاصطناعي. هتبدا تشرح له الفكره اللي انت عايز تعملها. تمام، وهيبدا هو يصممها لك، وهنا تدوس بريفيو هيبدا يوريك اخر انشاء هو عمله لك. تمام كده، ده الكاستم ايجنت لو انت عايز تصمم ايجنت ليك انت. تاني حاجه السوبر ايجنت، ده تقدر تساله اسئله زي تشات جي بي تي بالظبط. ده اسمه سوبر ايجنت، تقدر زي تشات جي بي تي وجيميناي تقدر تسأله ويجاوبك وكده. تمام. التالت واحد AI meeting. AI meeting ده بيقولك auto describe meeting. AI chance awesome meeting notes، بيكتب لك نوت للميتنج ده. وبيشتغل بجوجل واوتلوك، يعني بتواريخ جوجل واوتلوك. وبيشتغل كمان على ساعات ابل. ممتاز. تمام، فاحنا هندخل نجربه مع بعض. ممكن توصله بجوجل كالندر لو انت عندك جوجل كالندر، انا مش هوصله. هو انا عشان هيبدأ يقولك سجل بالايميل اللي انت عايزه. تمام، انا هعدي ده وهعدي الاوتلوك. تمام، هتبدأ انت تدوس نيو من هنا، وانت بقى عايز تخليه يفتح المايك عندك. انا ادوس وتبدأ تشرح له النوت اللي انت عايزها او تكتبها له هنا، وهو هيبدأ ينظمها لك. تمام، ده تالت حاجة اللي هو AI meeting. رابع حاجة ال AI slides. تقدر من هنا تصمم زي presentation. تمام، هتكتب له الوصف بتاع البرزنتيشن اللي انت عايز تعمله، وهو هيبدأ يصممه لك. يا اما لو انت عندك فكرة انت عايز تصممها، في تمبليتس هنا تقدر تستخدمها. تمام، تقدر تاخدها وتعدل عليها، نفس كانفا اللي شرحناه لكم في الفيديو. هسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت. او لو انت عندك فكرة لوحديها هتدوس كرييت بلانك وتبدأ تشرحها له انت، وهو هيبدأ يعملها لك او تشرحها له من فوق. تمام، خامس حاجة ال AI sheets. ال AI sheets ده عبارة عن زي بينظم لك اللي هو الملفات، اللي هو اكسل وجوجل شيتس وكده، يبدأ هو ينظمها لك. تمام، ده بالنسبة لل AI sheets. سادس حاجة اللي هي ال AI documents. ال AI documents دي بيبدأ ينظم لك هو الديكومنتات بتاعتك. تديله انت الملف وتبدأ تشرح له التعديلات اللي انت عايز تعدلها عليه مثلا. وهو يبدأ يعدلها لك. او انت مثلا عايز تصمم ورقة فيها كلام معين مثلا. عايز الديكومنت ده اشهرهم لما يجي واحد يتقدم لوظيفة مثلا، وعايز يكتب بيانات زي السي في كده، بيبدأ يكتبه بصورة وسي في بقى وكده. تمام، بتدوس عليها وتبدأ تشتغل من عليها. تمام. سابع حاجة ال AI developer، وده من أفضل الحاجات في الابليكيشن هنا، وأنا أنصحك إن أنت تجربه. من هنا بقى أول ما تدخل هيبدأ يفتح معاك صفحة كده فيها 6 حاجات. أول حاجة simple website or web app. لو أنت عايز تصمم موقع أو يعني ويب اب، دي اللي هي موقع زي الويب سايت، بس هو يعني مختصرة في كلمتين. تمام، لو انت عايز تصمم موقع هتدوس على اول حاجه فول ستاك ويب سايت اور اب. لو انت عايز تطبيق كامل متكامل او ويب سايت كامل برضو. التالت النيتف اب ديفلوبمنت، دي هتصمم ابلكيشن
احترافي، ويقدر تقدر تحمله على التليفون بعدين بعد ما يخلصه لك. exhausting GitHub project ده بيقول لك ان تقدر تعمل يعني ملف يشتغل على جيت هاب. وهنا نفس القصة جيت هاب، تمام. وهنا تقدر bring your own SH server، يجيب لك سيرفر بيشتغل على جيت هاب، وتقدر انت تطور من عليه او تكتب له الحاجة اللي انت عايزها، تمام. ده بالنسبة لل AI developer. سابع حاجة ال AI designer. ال AI designer ده من أكتر الحاجات اللي أنا بستخدمها، وده هيناسب جدا الشركات اللي عايزة تعمل دعاية أو إعلانات للشركة بتاعتها. بطريقة بسيطة هشرح لكم ازاي تعملوها وانت تقدر تستخدمها. يدوب انت بتكتب له برومت بسيط للاعلان اللي انت عايزه، وهو بيبدأ يشتغل ويبحث ويجيب لك صور. بقى مثلا انت كتبت له عايز اعلان لجهينة، هو بيبدأ يبحث ايه يعني جهينة، جهينة دي شركة ايه، ويبدأ يبحث ويجيب صور. وانا هوريكم دلوقتي بطريقة عملية. اول حاجة احنا هنروح على تشات جي بي تي ونقول له عايزين برومت لصورة دعائية احترافية لشركة جهينة. برومت احترافي لشركة جهينة بالشكل ده. هو هيبدأ يديك برومت، وانت تدوس سيلكت تكست وتبدأ تاخد التكست ده كوبي، تمام. تنزل كده وتبدأ تاخده كوبي، تمام. تطلع كده وتبدأ تديه للجينيس بارك اي اي ديزاينر، تمام. وتدوس هنا. في حالة ان هو جابلك ان في بيمنت كده، معناه ان الليمت بتاعك خلص، تمام. انا مش عارف الليمت ولا لا. كده الرسالة دي معناها ان الليمت خلص. انا حبيت اوريكم ان الرسالة دي بيبقى معناها ان الليمت بتاعك خلص. في الحالة دي في حل تقدر تستخدمه، ان انت هتنشئ كذا حساب جيميل جوجل، اللي هو من جوجل يعني، تمام. انا شرحت لكم ازاي تعملوا جيميل، برضه اسيب لكم اللينك بتاعه تحت في اول في تاني كومنت، عشان اول هنحط فيه بتاع الكانفا، تمام. وشرحت لكم ازاي تعملوا جيميل. انت هتبدأ تعمل جيميلات اكتر، بس حاول ما تكترش عشان ما يعملكش مشاكل. هو كده كده كل يوم بيديك 100 كريدت. لو انت عايز تستخدمه النهارده ضروري، او حتى مش ضروري عايز تستخدمه، ممكن تعمل ايميل تاني وتبدأ تسجل بيه من هنا. هتسجل ازاي؟ هتدوس على الايميل بتاعك من هنا، بعدين هتدوس على علامة السيتنج، تمام. بعدين هتدوس ساين اوت، تمام. هيبقى هو يحمل معاك كده ثانيتين، وهيبدأ يقولك sign out successfully. هيبدأ يرجع معاك على الابليكيشن، تدوس sign in with جوجل. لو انت عايز تسجل بحاجة تاني سجل، هتدوس sign up او sign in براحتك. انت لو sign up يعني انت لو موجود قبل كده، sign in قصدي sign in لو انت موجود قبل كده، sign up لو انت جديد في الابليكيشن. تبدأ تختار الايميل اللي انت عايزه، تمام. وليكن انا هختار الايميل ده مثلا استخدمه. لو انت عايز تتاكد فيه كريدت ولا لا، هتروح هنا. لو جاب لك زيرو كريدت كده معناه ان هو مفيهوش كريدت. هتدوس انت ساين اوت تاني، وتبدا تختار الايميل اللي انت يكون فيه. ده معناه ان انت استخدمت ده قبل كده والكريدت بتاعته خلصت، تمام. انا اوريكم برضو دي عشان تبقى متابع معايا خطوه بخطوه، تمام. هتختار بقى اللي انت عايزه من هنا، الايميل، تمام. وهتبدأ ترجع لل AI designer اللي هو بيصمم لك الصور. هنرجع لل AI designer، تمام. هيفتح معاك، تمام. وهنديله البرومت اللي تشات جي بي تي يطلعه لنا. نبدأ نديله البرومت. لو انت عندك تصميم معين وعايز تضيف له صور عشان بالصور دي يستخدمها، هتضيفها له وهو هيبدأ يستخدمها. هنحط البرومت، وانا هحط له البرومت بس من غير صور، ونشوف هو هيشتغل ازاي. اول حاجة احنا هنحط له البرومت زي كده، هو بيبدأ يشتغل لوحده. اول حاجة بيجيب لك كلمة thinking، بيفكر في ايه اللي انت كتبته له ده، آه انت عايز ايه منه بالظبط، تمام. وانت لو عايز تشوف هو بيعمل ايه تدوس فيو وتبدأ تقرا الكلام. I am analyzing the core design. بيبدأ هو يفهم انت عايز ايه بالظبط، تمام. بعدين يبدأ يبحث عن اللي انت عايزه. دايري جهينة، يبدأ يبحث عن تصميمات. ممكن دي واقفة مثلا كده، ويبدأ يبحث مثلا عن حليب بيتكب مثلا. وادي جهينة قلت لكم اهو، انا ما كلمتوش في حاجة. هو بيبدأ يبحث لوحده وبيجيب جهينة ويجيب التصميمات. وهوريكم التصميم النهائي الاحترافي، وكمان هوريكم تصميمات انا صممتها من على ده، يكون هو خلص التصميم.
طبعا انا صممت تصميمات تمام. ابتدينا بالتصميم ده، اشتغلنا على التصميم ده. التصميم ده طبعا ابتدينا بالتصميم ده واشتغلت عليه، وهو اداني التصميم ده. قلت له عايز برومت لصورة دعائية ودخلت على تشات جي بي تي ونفس الخطوات، واداني النتيجة الاحترافية دي. هو نفس نفس برضو ده. تمام. وصممت دي ودي 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 دول لدي. صممت دي مثلا عربية تسلا وجنبيها ايلون ماسك. كذا تصميم. صممت دي منتجات زبادي مثلا وألبان. انت بتديله بس برومت بسيط وهو بيبدأ ينشئه لك. حد يشتغل في شغلانه وحد يطلب مني اعلان، يبدأ هو ينشئه عن طريق الابليكيشن ده بطريقة بسيطة من غير اي تعب. تمام. دي اعلان لمرسيدس The Future of Luxury، مستقبل الفخامة. دي عربية مرسيدس مثلا. هو بدأ ينشئ. تمام. بيجيب تصاميم مختلفة، أشكال مختلفة عشان يبدأ يشتغل عليها ويعدل بقى، يحط الصورة دي هنا، يحط الصورة دي هنا، وبيبدأ بس بعدين يحلل الصور اللي هو جابها دي. يعني understand image، هوريكم. يشوف بيبدأ waiting for an image analyze result، يعني هو بيبدأ يحلل الصور اللي هو جابها أنهي أفضل صور جودتها أحسن. بيبدأ يحللها. تمام. بيشوف الأفضل في الصور. تمام. ويبدأ يستخدمهم. تمام. وبعد ما يخلص بيتأكد ان كل المستلزمات بتاعته جاهزة، ويبدأ يطلع الصور. تمام. بعد ما بيبقى يعمل analyze، بيبدأ هو يعمل بيقول design preparation، يعني هو بيجهز، بيتأكد ان كل حاجة التصميم اللي انا عايزه جاهزة عشان يبدأ ينشئ الصور. تمام. بعدين يبدأ طالما جاب لك كلمة generate image دي، معناها ان هو بدأ يولد الصورة دي. تمام. هو دلوقتي انا بيديني ساعات 4 تصميمات وساعات 6 تصميمات. بس كل تصميم هو نفس الشركة، بس كل تصميم مختلف عن التاني. تمام. هو كده انشأ صورتين وشغال في التالتة. تمام. هوريكم ازاي تجيبوا الصور بعد ما هو يخلص. كده عندي نشأ 3 صور. طالما جاب لك generate image لصورة بعديها، كده معناه ان هو خلص. تمام. كده هو خلص. تمام. هندوس هنا، هيبدأ هو. هندوس على العلامة اللي تحت دي. دي التصميمين هو صممهم. هوريكم التصميم. ادي ده التصميم اللي هو صممه. طبعا حتى الكلام واضح. ادي الكلام واضح. تمام. وبعدين تدوس اكسبورت. لو انت عايز سيف عندك في الجاليري هتدوس PNG عشان ده اللي تسيف على الجاليري. لو PDF ده هتدخل على ملفات PDF بقى وتبدأ تعدل عليها لو انت عايز وكده يعني. تمام. والصورة التانية اهي. تمام. تبدأ كده وتبدأ تدوس اكسبورت وPNG وتبدأ داونلود. كده تحمل عندك في الجاليري ايمج سيف تو جاليري. تمام. هنطلع من هنا ونخش على الايجنت اللي بعديها. الايجنت اللي بعديها فيديو فوتوجينيوس. تمام. بتبدأ انت تحمل له الصورة اللي انت عايزها وتبدأ تعدل عليها براحتك بأي تعديل. ابلود ايمج مثلا ليا. طبعا انتوا اول مرة هتشوفوني، ان شاء الله في الفيديوهات الجاية اطلع لكم فيديوهات لايف، او اطلع لكم فيديوهات بوشي ان شاء الله. تمام. بعدين هيبدأ يعمل لك انتلايزنج، يبدأ يحلل الصورة اللي انت نزلتها له دي. تمام. بيبدأ هو يعمل انتلايزنج، بيبدأ يحلل يعني ايه بيشوف تفاصيل الصورة. تمام. وبعدين انت بتدوس سبيك هنا وتشرح له اللي انت عايزه. تمام. هتدوس هنا عند العلامة But I can الزرقاء. only help with editing requests. If you'd like to edit this image, let me know how you'd like to modify it. بيقولك انت شوف انت عايز تعمل ايه وانا هساعدك فيه. هتدوس عشان يبدأ هو يعدل لك. هتبدأ هنا تدوس وتكتب له اللي انت عايزه. مثلا اكتب له change hair to white. change hair to white. كده هغير لون الشعر للون الابيض، وهنشوف النتيجة اللي هو هيطلعها لنا. Hi, Photogenia White. بيبدأ هو AI editing change hair color to white. بدأ هو ينشئ ويغير All done. لون I changed the hair الشعر color to white. للأصفر للأبيض. تمام. وكده غير لون الشعر للون الأبيض. طبعا النتيجة
كويسة، كويسة يعني كويسة هي، تمام، للصورة دي. تمام، بعدين هندخل على الايجنت اللي بعديها. تقدر تطلب مني اي، مش شرط الشعر بس، ممكن تخليه يلبسك حاجة مثلا، تعمل اي حاجة عن طريق الفوتو جينيوس، وده من الحاجات المميزة برضو في التطبيق. بعدين هنخش على كليب جينيوس. تمام، كليب جينيوس ده انت بتحمل له فيديو مثلا، وتاخد لقطة مني مثلا، لقطة، وتبدأ تعدل عليها. يعني مثلا في لقطات هنا تقدر تستخدمها. تمام، يعني او تحمل له فيديو من عندك، وليكن مثلا احنا هنستخدم الفيديو ده تمبليت من عندنا، وتبدأ ممكن تركب عليه حاجة او تعدل عليه زي ما انت عايز. ندخل على الايجنت اللي بعديه. لو في حاجة مش مفهومة طبعا اكتبوا لي كومنت تحت، وانا ان شاء الله ارد عليكم. فيلا بقى، بعد التعب ده كله ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك في القناة. يلا نخش على الايجنت اللي بعديه، اي بود. اي بودكاست دي، اي بود اختصار بودكاست. تمام، تقدر تعمل بودكاست مع حد. يعني تقدر تكتب له وصف البودكاست اللي انت عايزه، وليكن احنا هندخل ونبدأ نكتبه له ونشوف النتائج مع بعض. طبعا ان في حاجات اول مره اجربها معاكم زي الاي اي بودكاست ده، ما جربتوش قبل كده، وحبيت اجربها معاكم لاول مره ونشوف النتائج اللي هو هيطلعها لنا. بس انا التطبيق ده عاجبني جدا، عشان بقدر اصمم من عليه صور زي اللي وريتها لكم من شويه. نبدأ نقول له برومت لبودكاست. انا غلطت كتبت له البودكاست بس تمام، يعني هو فهمها. نبدأ ناخد الكلام ده اللي هو يطلعه لنا كوبي. تمام، ونبدأ نوديه على اللي هو جين سبارك. نبدأ نحط له البرومت ده ونشوف النتائج اللي هو هيطلعها. طبعا البيمنت في الابليكيشن ده اللي هو مثلا اللي هو بيعمل ايه، بيستخدم شات جي بي تي في صناعة الصورة دي. تمام، هو يستخدم اللي هو عايزه، احنا نشوف بس النتائج. احنا هو اسم البيمنت بتاع الابليكيشن ده في برو، في برو، في بلس تاني. البرو عايز $19.99، يعني حوالي 950 جنيه مصري كده، في حدود كده للمصريين، يعني في حدود 950. تمام، صمم الصورة هو. الاتنين بيتحاوروا في بودكاست عن طريق شات جي بي تي. تمام، ما هو بيصمم صور ل... لبودكاست، يعني بيصمم صور لحوارية. تمام، ندخل على الايجنت اللي بعديه، اي اي شات ده بتبدأ تتكلم معاه، وتقدر تستخدم الموديل اللي انت عايزه. في موديلز كتير، ممكن تستخدم ميكتشر اوف ايجنت، هو ينقي لك الايجنت الاحسن الانسب للمهمة دي. مثلا تصميم الصور جيميناي ريكويست مثلا، هو يشوف الايجنت الكويس للحاجة دي. تمام، انت تقدر تختار برضو الايجنت اللي انت عايزه، تبدأ تتكلم معاه وبطريقة بسيطة. طبعا الابليكيشن ده بيدعم يشتغل مع تشات جي بي تي وجيميناي وكل ادوات الذكاء الصناعي مع بعض في مرة واحدة، زي الاي اي ديزاينر ده. السيرش مثلا ممكن يستخدم ايجنت، انشاء الصور هو يستخدمها بعدين. كده بيبدأ هو يستخدم كل النماذج مع بعض. بعدين ال AI image ده في ميزة ان هو بيديلك نانو بنانا، تقدر تستخدمه من على الابليكيشن هنا، او كمان تقدر تصمم فيديوهات او تحول صورة لفيديو. كل ده موجود في ابليكيشن واحد. تمام، اول نبدأ بجنريت ايمج، نكتب له مثلا انشئ صورة، نقول له صورة لايه، غلاف لقناة يا تكنولوجي. تمام، ونشوف النتيجة اللي هو هيطلعها. وبكده انت خلصت الليميت. طبعا انت مش هتقدر بال100 كريدت، عشان ال100 كريدت ده بالنسبة لهم عدد قليل، تقدر تستخدم كل الايجنت. فانت بطريقة بسيطة زي ما وريتكم، هترجع وتدوس هنا وتبدأ تساين اوت، وتبدأ تختار ايميل تاني تبدأ تشتغل من عليه. تمام، ساين اوت سكسسفولي، تبدأ انت تدوس ساين ان من جديد، ساين اوت، بعدين ساين ان ويز جوجل، وتبدأ تختار الايميل اللي انت عايزه.
وليكن مثلا اختار الايميل ده مثلا. تمام، ونبدأ نرجع تاني لموضوعنا. AI image هنطلب منه ان هو ينشئ لنا صورة غلاف لقناة اياد تكنولوجي. يلا بقى انزل اشترك تحت، هتلاقي الزرار بالاحمر، انزل دوس عليه، وكمان فعل زر الجرس ولايكك الجميل عشان يوصلك كل جديد. تمام، واكتبوا لي لو عندكم اي استفسارات على الفيديوهات اللي انا بعملها. تمام، هنكتب نفس الوصف: انشئ صورة غلاف لقناة اياد تكنولوجي. تمام، وبنصحكم ان انتوا تيجي تفعلوا الخيار بتاع اوتو برومت. اوتو برومت ده بيعمل ان هو بيبدأ يفسر اللي انت عايزه، مش بينشئ الصورة على طول. هو انت طلبت كده، انا هنشئ لك الصورة اللي زي ما انت طلبت، وامري لله يعني. فانت بتبدأ آه هو بيبدأ يفسر لك ده لما انت تدوس على اوتو بروم. ويستخدم نانو بنانا في انشاء الصور، نانو بنانا برو كمان، اللي هو يدعم اللغة العربية. يعني انت ممكن لو شفت صورة مثلا باللغة العربية وليمتك مع جيميناي خلص، تدخل على الابليكيشن ده وتبدأ تشوف. طبعا دي النتائج اللي هو طلعها، نتائج ممتازة كويسة ممتازة. تمام، لو عايز تحملها تدوس على السهم اللي تحت زي ما شرحت لكم في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، وهنبدأ نطلع ونشوف ال AI image. هوريكم ازاي تصمموا فيديوهات من هنا، من خلال الايمج. لو انت الصورة دي عايز تحولها لفيديو، وليكن مثلا احنا هناخد الصورة اللي احنا صممناها من شوية اللي بتاعت ايه تكنولوجي، وهنخلي الكلام اللي جواها يتحرك. تمام، هو بيبدأ ايمج تو فيديو، بيبدأ يسألك على الصورة اللي انت عايزها انت تحولها لفيديو. تمام، وبتبدأ انت تكتب له الوصف. هتقول له اريد تحريك الكلام في الصورة. تمام، وتقدر من هنا تدوس هنا وتبدأ تختار اللي انت النموذج اللي انت عايز تستخدمه في انشاء الفيديو ده. ولو كمان ممكن تستخدم ميكسشر اوف ايجنت زي ما قلت لكم، بيشتغل مع كل ادوات الذكاء الاصطناعي. يعني تقدر تدوس ميكسشر ويبدأ هو يشتغل ان هو يجيب لك النتيجة من خلال اندماج كل ادوات الذكاء الاصطناعي: تشات جي بي تي، جيميناي، جروك، سورا اللي هو بتاع الفيديوهات، تشات جي بي تي، كلينك، بيكس فيرس. تمام، بيكس فيرس شرحت لكم فيديو برضو، لو عايزين الفيديو اكتبوا لي كومنت وانا هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في تالت كومنت. بعدين هندوس نبعتها له. انا هستخدم سي دانس برو فاست. تمام، هيبدأ هو عشان احنا مفعلين خيار الاوتو برومت زي ما قلت لكم الاوبشن اوتو برومت اهي. تمام، هيبدأ هو يفسر الكلام اللي احنا عايزينه. وهو ده بيحتاج ان انت تشترك في ده في الغالب، يعني في الغالب بيحتاج، عشان انا جربته قبل كده كذا مرة ما كانش بيشتغل الا لازم تشترك في الابليكيشن. AI فيديو ده بتكتب له وصف الفيديو ويبدأ ينشئه لك. طبعا اي وصف فيديو في بالك تقدر تكتبه له ويبدأ ينشئه لك. وبرضه نفس فكرة الفيديو اللي هو بالايمج. ديب ريسيرش بتبدأ تكتب له البحث يعني انت مثلا في بالك فكرة بحث، انت مثلا عايز تبحث عن انواع الكلاب مثلا. انت بتبدأ تكتب له اريد بحث عن انواع الكلاب، بيبدأ يبحث لك بحث دقيق جدا عن انواع الكلاب وبيعيش فين. مثلا لو انت عايزه بيعيش فين، تكتب له انت عايز ايه هو بيبدأ يعمله لك. فاست تشيك، فاكت تشيك. فاكت تشيك ده بيعمل ايه؟ بيعمل ان انت بتبدأ تكتب له هنا مثلا ملف انت محلول فيه حاجة، تبدأ تبعته له وهو يبدأ يحلل لك الحاجة او يعمل لك تشيك ليها. يعمل لك مراجعة ليها، بيعمل مراجعة يعني. تمام. call for me ده call for me ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة بسيطة. انت بعد ما تخش هنا بيبدأ يكتب لك كلام: هاي I am your phone assistant. بيقول لك انا مساعدك الشخصي في التليفون، ويبدأ يكتب لك كلام لو عايز تقراه. يقول لك اكتب رقم تليفونك، وليكن مثلا هيبدأ يبعت لك نوتيفيكيشن، وهو هيبدأ مثلا يرد على التليفونات اللي انت بتجيلك مثلا. كل حاجة هيبدأ هو يتحكم فيها. داونلود فور مي، هنا بتبدأ انت تعمل مثلا لو انت في ملف عايز تحمله، بتبدأ تحط اللينك بتاعه هنا وتبدأ تدوس كونفورم وهو يبدأ يحمله لك. تمام، ومستني الفيديو الجاي عشان في ابلكيشن تقدر من خلاله تحمل الفيديوهات اللي انت شفتها على الفيسبوك على الجاليري عندك، لانه بعد فتره بيضيع وتبقى عايز توريه لحد من اصحابك وهو ضاع منك، بتبدا تشرحه له انت وهو ساعات مش بيفهم. فانا هقول لكم على ابلكيشن تقدر من خلاله تحمل الفيديوهات عندك على الجاليري.
تمام. ترانسليشن ده الترجمة. AI ترانسليشن بتديله النص اللي انت عايز تترجمه وهو بيبدأ يترجمه لك بأدق حاجة. وكمان تقدر تختار mixture of agent أو تختار نموذج معين يترجم لك كلمة، وتقدر تختار اللغات اللي انت عايز يترجم منيها. تمام. آخر حاجة معانا اللي هو ال AI Drive. AI Drive ده بيشتغل ازاي؟ هتدوس هنا بعدين تدوس I agree. تمام. ده بيعمل لك زي جوجل درايف بالظبط. انت تقدر تضيف الملفات هنا زي تخزين كده. تمام. ولما تدوس داونلود فور مي بيتحول اللي هو الاي اي بيتحمل على الاي اي درايف. تمام. وبكده هنبقى خلصنا الفيديو بتاع النهارده. كان معكم اياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا. مع السلامة.